اهلا وسهلا بكم في حلقه جديده من حلقات ما لا يسع المهندس جهله. النهارده بنتكلم عن اكسبريشنز دايما بنقولها: اداره الاصول، اداره المرافق. ايه الفرق بين كلمه اداره الاصول واداره المرافق؟ الاسيت مانجمنت والفاسيلتي مانجمنت من الكلمات اللي هي انتشرت حديثا يعني، ودايما بنسمعها. اول حاجه نتكلم على كلمه اداره. كلمه اداره دي كلمه مطاطيه ليها معاني كتير: ميجر، كنترول، سوبرفايز، كلام كتير. يعني اداره دي، كلمه اداره دي كلمه ترجمتها او معناها مطاطي، حاجات كتير. كلمه اداره الاصول او فكره اداره الاصول، طبعا الاصول دي هي اي حاجه بتديك ربحيه، فانت بتديرها بحيث ان هي تديك اقصى فاليو، ولو انت بتصرف عليها تصرف عليها اقل كوست، ولو في ريسك تعرف تمانج هذا الريسك. دي كده عمليه الكوردينيشن او عمليه المانجنج او الاداره، ان انت بتعمل الثلاث اهداف دول، اللي انت بتماكسمايز البرفورمانس، بتمينمايز الكوست، بتمانج الريسك. دي احنا بنسميها اداره الاصول. واداره الاصول بتبقى مع الاصل من اول الكونسبت. يعني ممكن من اول الكونسبت، من اول البرشيسنج، من اول الاكوزيشن، الى الديسبوزال او التخلص من هذا الاسيت، او احتواء هذا الاسيت، او نقل هذا الاسيت، وات ايفر. فانت في جميع مراحله انت بتكون بتعمل حاجه اسمها اداره الاصول، يعني في الكوميشننج والانستليشن والاوبريشن والمينتننس وكل هذه المراحل. المرفق او اداره المرافق، المكان اللي هو بيحتوي هذه الاسيت. المكان ده بيخشوا ناس، الناس دول احنا بنسميهم بيبول، والبيبول دول ممكن يكونوا مستاجرين، ممكن يكونوا الاونرز، ممكن يكونوا الفيزيتورز، ممكن يكونوا ستيودنتس، وات ايفر الشخص ده مين. لانك انت ممكن تكون بتتكلم على فندق، ممكن تكون بتتكلم على مستشفى، ممكن تكون بتتكلم عن نادي، وات ايفر هو ايه. فانت عندك فيه اشخاص بيخشوا المكان ده احنا بنسميهم اللي هم البيبول. الناس دي بتخش المكان ده عشان تعمل حاجه معينه في بروسيس. بتخش المدرسه عشان تتعلم، بتخش المستشفى عشان تعالج، بتروح الفندق عشان يعمل اكوموديشن او مديتيشن او وات ايفر. فانت عندك في بروسيس بتتم داخل هذا المكان، في حاجه انت بتعملها داخل هذا المكان، بتعمل ويست مانجمنت، بتعمل في سكيورتي، في هيلب ديسك، دي احنا بنسميها بروسيس. فانا عندي بروسيس وعندي بيبول، الاثنين دول بيكونوا موجودين داخل مكان. المكان ده اسمه بليس، والمكان ده زي ما قلت لك بكل التفاصيل بتاعته، بقى مستشفى، مدرسه، نادي، وات ايفر. فانت عندك 3 بي، فاحنا بنسميها علم ال 3 بي، اللي هم مين؟ بيبول وبليس وبروسيس. الثلاثه دول بينهم تقاطع، الثلاثه دول بيكونوا في بينهم نوع من انواع الاداره او المانجنج. هو ده العلم بتاع الفاسيلتي مانجمنت، اللي انا اقدم خدمه، يعني اعمل بروسيس لناس بيخشوا مكان. فكده انا بعمل حاجه اسمها اداره المرفق، بدير المرفق. عشان ما تتلخبطش، المرفق ده بيكون جواه اسيتس. ممكن الفندق ده يكون جواه سي مثلا اتش فاك سيستم، ممكن يكون جواه فايرنج سيستم، ممكن بلامنج سيستم. الحاجات دي بتحتاج صيانه، او بتحتاج تعامل، او بتحتاج ان انت تتعامل معاها. فاحنا دي برضو بنسميها اداره الاصل داخل المرفق. فخد بالك ان اداره الاصول هو علم بيكون داخل علم اداره المرافق. لما بنقول كلمه اداره الاصول المرافق، فاحنا بنشمل الاسيتس والفاسيلتي. لو انت في الفيديو دوت عرفت ايه الفرق بين كلمه اداره اصول والمرافق، وعرفت ايه الفرق بين العلمين، اعمل لنا لايك واعمل شير عشان الفايده تعم. ولو انت عندك سؤال اكتبه في الكومنتس، ولو انت عندك فكره لحلقه جديده اكتبها لنا، ممكن ندرجها في الحلقات اللي جايه. شكرا جزيلا ليكم، واشوفكم حلقه جديده.